اقول لكم اول نقطة واهم نقطة واللي مخلياني متفائل للسماء، ان قرار الرابطة بالغاء خصم 3 نقط كان جواه بيان في 4 نقط جبارة بتؤكد انه منظم الدوري اللي هي رابطة الأندية كانت على علم تام بطلب الأهلي للحكام الأجانب من كافة الجهات المعنية، وكانت على علم تام بسلامة موقف النادي الأهلي. النادي الأهلي لما ياخد بيان الرابطة اللي هي بتنظم الدوري ويروح للمحكمة الرياضية ويقول لها ادي الرابطة اللي بتنظم الدوري قالت موقفي سليم، رأيك ايه يا محكمة؟ هتقول له على دماغنا من فوق وتعيد الماتش في خلال قرار دقيقة دقيقتين. نمرة 1 اللي يخليني متفائل جدا ان قرار الرابطة في 4 نقاط جبارة لصالح الأهلي وهقولها لكم بالتفصيل. تاني نقطة في حلقة النهاردة ان الأهلي من فضل الله مكمل للمحكمة الدولية الرياضية في سويسرا في جنيف، محكمة كاس، علشان يلغي قرار الرابطة ويلغي قرار اللجنة الأولمبية باعتبار الأهلي خاسر 3-0، ويطالب إن شاء الله ويحصل بإذن الله على قرار بإعادة المباراة بحكام أجانب. الانتصار الحقيقي للنادي الأهلي، للنادي والإدارة والفريق والجمهور، إعادة مباراة الأهلي والزمالك بحكام أجانب. ساعتها بس هنبقوا سعداء والفرحة هتكتمل إن شاء الله، وده هيحصل بإذن الله بنسبة 100%. حتى لو اتأخر شهر أو شهرين مفيش مشكلة، طالما الماتش هيتعاد كل شيء هيترتب على إعادة المباراة. نادي الزمالك ونادي بيراميدز بيطالب بالمساواة. طب مساواة في إيه؟ اللائحة الجديدة ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش الكلام ده، لأن المسابقة هذا العام استثنائية. اللائحة دي غير لائحة الموسم اللي فات خالص. لائحة الموسم اللي فات كانت بتقول اللي ينسحب من الماتش وما يروحش الماتش يتخصم منه 3 نقط، يبقى خسران 3-0 ويتخصم منه 3 نقط. غيروها السنة دي بقى، سبحانك يا رب سبحانك، بس ما حدش بيقرأ. اللائحة الجديدة بتقول الفريق اللي ما يروحش الملعب الحكم يعتبره خاسر 3-0، ومفيش كلمة منسحب أبدا مفيش كلمة في اللائحة كلمة منسحب. لكن عايز أقول لكم رابع نقطة، إن الأهلي قرر رسميا إكمال الدوري العام، وقرر رسميا مواجهة بيراميدز يوم 12 أبريل بحكام أجانب. وعلى ضوء مباراة بيراميدز النادي الأهلي هيحدد موقفه من الحكام الأجانب اللي بقية مبارياته إن شاء الله. أصحاب صوت عالي بس، مفيش حد فيهم بيحاول يقرأ اللوائح، محدش فيهم عارف ان قرار خصم 3 نقط من الاهلي لعدم الذهاب الى الملعب في مباراة الزمالك خطأ قانوني فادح من الرابطة اللي عملت اللائحة وما قريتهاش. حتى اللائحة، تخيل الرابطة هي اللي عاملة اللائحة عند الرابطة ومحدش في الرابطة تنبه مطلقا للائحة. اقرا لكم اللائحة. اللائحة بتقول ان دي مسابقة استثنائية لم تحدث في تاريخ الدوري العام من يوم ما بدأ 1948، ان الدوري يقام الدور الاول كاملا والدور الثاني يتقسم لمجموعتين، مجموعة صعود ومجموعة هبوط. عمرها ما حصلت في تاريخ الدوري. اللائحة اللي موجودة دي فيها 4 حالات بشأن عدم اكتمال مباراة او عدم اقامة مباراة. رقم 1، فريق لا يذهب الى الملعب او يتأخر عن موعد المباراة 15 دقيقة، وده اللي حصل في مباراة الأهلي والزمالك. الحكم بينتظر 15 دقيقة وينهي المباراة. القرار اعتبار الفريق خاسر 3-0. الحالة الثانية ان الفريق يروح للملعب بس ينسى الكارنيهات، معهوش الكارنيهات الصادرة من اتحاد كرة القدم. بعد 15 دقيقة الحكم يصفر بإنهاء المباراة ويعتبر الفريق خاسر 3-0، خاسر بس 3-0. الحالة الثانية أو الثالثة أن الفريق يروح للملعب بس ما معهوش 8 لاعبين، 7 لاعبين بس، عدد غير قانوني، لا يسمح لي ببدء المباراة، وبعد 15 دقيقة ما جاش اللاعب رقم 8 الحكم يصفر وينهي المباراة ويعتبر الفريق خاسر 3-0، دايما خاسر 3-0. الحالة رقم 4 وهي دي الحالة المهمة جدا، الفريق يبدأ المباراة ويلعب المباراة وخلال المباراة يحتج ويمتنع عن إكمال المباراة ويرفض إكمال المباراة، وهنا الحكم يدي الفريق 15 دقيقة
للعودة لإكمال المباراة. إذا الفريق ما أكملش المباراة الحكم ينهي المباراة، ويعتبر الفريق خاسر 3-0 إلا لو النتيجة أكبر. يعتبر الفريق خاسر 3-0 مع خصم 3 نقط. يبقى حالة الخصم 3 نقط في حالة واحدة بس، إن الفريق يبدأ المباراة وخلال المباراة ينسحب. هنا الخصم 3 نقط. سبحان الله، محدش قرأ الكلام ده. وهم بيعدلوا اللائحة قالوا احتمال الزمالك يعملها تاني، فبلاش خصم 3 نقط دي، عشان لو الزمالك عملها تاني وعملها 3 مرات، فلو عملها المرة الرابعة ما يبقاش فيها خصم 3 نقط. سبحان الله، شالوا ال3 نقط دي عشان الأهلي هو اللي يستفيد. شوف، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. اي واحد هيروح المحكمة الدولية يقول عايزين نخصم من الأهلي 3 نقط، هيديلهم على قفاه على طول ويرجعوهم عند حتحوت ياخد معاهم كمان على قفاه. النهارده النادي الأهلي طلع بيان أكد إن البيان اللي أعلنته الرابطة أمس بعدم خصم 3 نقط من النادي الأهلي، أكدت إن بيان الرابطة كشف كل الحقائق وقدم للنادي الأهلي كل القوة اللي يروح بيها المحكمة الدولية الرياضية لإعادة مباراة الأهلي والزمالك بحكام دولي. بسرعة نادي الزمالك طلع بيان ورفض قرار الرابطة وتمسك بحقه في خصم 3 نقط من الأهلي. عايز حقه في خصم 3 نقط من الأهلي، وقال إنه هيصعد على كل الجهات خارجية. بيراميدز قال اعترض برضه في بيان وقال إن قرار عدم خصم 3 نقط غير صحيح لأن تم تطبيقه على الزمالك السنة اللي فاتت. ما حدش قال له اقرا لائحة السنة اللي فاتت ولائحة السنة دي يا جهلة. إنما بيراميدز في بيانه ما قالش انه هينسحب على الاطلاق، عطى الزمالك شلوط اللي قالوا احنا معاكم في كل حاجه وان بيراميدز متضامن معانا. انا من ناحيتي بصراحه ارحب جدا بالغاء الدوري الفاسد. انا برحب كمان بانسحاب الزمالك وبيراميدز من المسابقه ومن اتحاد الكوره. يا ريت. ليه؟ عشان المسابقات الافريقيه تنضف. الاهلي والهلال السوداني ان شاء الله 9 مساء في استاد القاهره في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. مارسيل كولر المدير الفني السويسري للأهلي ومحمد شناوي كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي النهارده للمباراة أكدوا ان المباراة صعبة جدا جدا جدا، وإن الهلال فريق قوي، وإن الهلال بيلعب بره ملعبه أحسن ما بيلعب في ملعبه لأنه بقاله سنة بيلعب بره ملعبه. الكونغولي فلوريان إبينيجي المدير الفني لنادي الهلال قال كلمتين فيهم الشفاء. قال لك الكلام عن الأهلي مش محتاج مقدمات بدون شك. كلنا نثق في جاهزية الأهلي واستعداده التام لخوض هذه المباراة، لأنها عنق زجاجة بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله الأهلي يكون له نصيب في البطولة دي ويفوز بها ويفرح جماهير النادي الأهلي.